للشيخ فايز تمر اللي حاضر معنا عبر الهاتف اليوم، نقولوا ان شاء الله بمفور الصحه وترجع معنا الجمعه الجايه وتنورنا. لكن اليوم باش نحكيو على وين النيه وين العمل، هكا ولا لا يا شيخ فايز؟ صباحك ورد. صباح الخير فاطمة، صباح الخير كافة متابعي إذاعة شقص داخل وخارج الوطن. الله يخليك. اليوم تعيش يا ربي تعيش. ديما نسبقوا النية لأنه تقريبا احنا كي نتحاسبوا ما نتحاسبوش على المظاهر ولا على اللسان شي يقول لك نتحاسبوا أكثر على النية وعلى اللي نويوها في قلوبنا بالأساس. بالضبط، النية عندها دور كبير ياسر لأنها حاجة باطنية. نعم. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نسألك الشفاء لكل روح قيدها المرض. أسعد الله صباحكم وبارك الله يومي ويومكم. برشا كلام تقال على النية، والناس بكري ما سلموا في حد شيء، كل شيء قالوه وكلام منقش على الحجر. يقولوا السلف الصالح يقولوا يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. نية خاطر ديما توصل معناتها أعلى المراتب. ويقولوا امشي بالنية وارقد في الثنية، وعدة أمثال في هذا الغرض. وكل إنسان عنده قصد معين وراء أقواله وأفعاله، وكل ما يصدر منه معناها كل حاجة نعملوها في حياتنا لغرض ما إلا وتكون فيها نية، أما تكون ظاهرة في تصرفات جوارحنا وإلا مخفية في سرائرنا. والنية حاجة باطنية وقلبية كما قلنا بكري، إلا أنها عندها آثار ملموسة خارجيا، سواء كانت في وقته ولا مش تبان وتظهر على السلوك بعد فترة. والبشر يتصرف وفق ما يحمله من نوايا، معناها منها اللي يكون صافي ويدل على صدق القول وحسن العمل ورقي الأخلاق، ومنها ما يكون ملوث للأسف معبر عن تلطخ القلب بالنفاق عافاكم الله وفساد ما يصدر من النفس. وبالطبيعة إذا مشي نحكي على النية الصافية بصفة عامة يطول الحديث، ولكن هات ناخذ شوية منها باش نشوفوا ونوضحوا شنو اللي يترتب عليها وكيفاش هي اللي تغلب. يقول لك صاحب النية هو الرابح. يا أخي مش يقولوا ما يربح كان صاحب النية، هو كذلك. خاطر النية هي نابعة من صفاء ونقاء الداخل، وهذا الكل نتيجة تربية قائمة على كثير من الفضائل والقيم النبيلة. والنية الصافية هي أساس الأعمال الصالحة والأفعال الباهية والكلام الصادق، وقوة توصل للنجاح بشرف وعزة، وسبب لتحقيق الأهداف المنشودة من غير استخدام طرق ملتوية. والنية الصافية تحول زاد الرغبات إلى أعمال ملموسة وإنجازات محققة بعيد عن المحاباة والتملق لأي كان. فصاحب النية تلقاه ديما مبرمج في تعاملاته على التصرف بصدق وأمانة وإخلاص بغض النظر عن عواقب ذلك. ما يهموش، ما يحسبهاش، تلقاه ما يمشي بنيته عمره ما يحسب. ومستحيل تلقى البشر على وتيرة واحدة. ايش معناها؟ معناها مش كما بعضهم ومش فرض نية، لا، فيهم الطيب وفيهم السيء عافاكم الله. هيك علاش نلقاو صاحب النية الصافية يعيش في هذه الحياة بمنطق عامل الناس الكل بالصدق قلبا وقالبا، سواء كانوا من اللي يستحقوا تلك المعاملة ولا كانوا مش أهل باش تتعامل معهم بشفافية كاملة. وما يتخليش تلقى صاحب النية على مبادئه الطيبة، رغم أنه برشا يظهروا له عكس ما تخفيه نيتهم الحقيقية. تلقاهم يتصنعوا بإظهار الجانب الإيجابي والسمح، لكن في باطنهم نقيض ذلك. وكي تواتي الضربة ما يراتيوهالوش يظهروا لك الخير وهما يتصيدوا لك الشر والعياذ بالله. لا لشيء، علاش؟ لأنه الخبث اللي في داخلهم يرفض التعايش مع نقاء وصفاء صاحب النية الطيبة. وهنا ثم برشا مغالطات يا فاطمة موجودة فينا وتحتاج للتصحيح. نعم. منها اعتبار النية الصافية ضعف ومولاها ساذج أو يكاد يكون مغفل. لا، مش صحيح، لأنه ثم خيط رفيع بين النية الصافية والسذاجة. نعم، فالأولى أي النية الصافية تعني نقاء الجوهر من داخل والتصرف بشفافية، أما السذاجة فإنها تشير إلى الغباء والوقوع صيد سهل للخداع والمكر. وأنك تكون صاحب نية صافية معناها أنك أنت إنسان راقي وتترفع عن التمويه والخداع، وبنيتك الصافية تواجه الناس من أمامهم، تجي من قدام كما نقولوا احنا بعبارتنا. مش من وراهم.
وتعامل الناس بنزاهة ومعاملة طيبة، وحتى وإن قابلها السوء تقعد ديما تتصرف بالمسامحة مش بالمقايضة. وهذا درب الأفاضل اللي تلقاهم كيما من داخل كيما من برا، شيء ما يتبدل. ومهما تكون صافي وشفاف لازم تلقى شكون تقلق نيتك الطيبة وما ينجمش يستوعبها للأسف. صحيح. الحاصل الناس تقول عليك كما يقولوا الخير، وتقول لك راهو باهي وناس طيبة، وناس تصنع لك قرون شيطان والعياذ بالله، ويلبسوهم لك، يصنعوا لك قرون شيطان ويلبسوهم لك. وخير مثال على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الصادق الأمين ويعترفوا به، حتى ما عندك كما يقولوا بني جلدته، ما عندك كما يقولوا حتى قريش يعترفوا به الصادق الأمين. شو رأيكم فيه؟ راهو معناتها أثيق الناس وراهو ناس طيبة وكل شيء. أصفى الناس نية إلا أنه تعرض لأبشع صنوف الإيذاء. نعم. معناه ما خلوهم يتكلموا فيه. فسلامة القول والفعل النابع من الداخل دون تجمل أو مبالغة يقلق برشا ناس بالفعل، ويكون مصدر مضايقة وإساءة من خلال أقوالهم وأفعالهم. ما تتقلقش في الآخر، أنت الغالب، بنيتك الطيبة يطول الزمان ولا يقصر. فعالم النواميس الكونية اللي وضعه ربي عز في علاه محكم جدا، ما تخافش. واللي يمشي بنيته ربي يرزقه من الخير فوق ما يتمنى بحول الله بإذن الله. إذا يلزم ديما نكون في مراقبة دورية وصيانة داخلية، مش بعد كده الكراه بنتلعوا بيهم كل شيء. حتى القلب يلزمنا معناتها ديما نثبتوه، وباش نخليوه ديما معناتها نحميوه القلب من أي حاجة ممكن تفسده. فبنيتك الباهية ربي ما يضيعكش، حتى ولو ابتليت ببعض المنغصات، خاطر ثم برشا حوايج اللي تقلق. إذ سيجعل الله مآلك السلامة من كل سوء أو مكروه. ومن أسباب النجاح والتميز لبرشا ناس وتجاوز العديد من الصعوبات والعقبات هي النية الصافية، وتلقاهم من أصحاب السعادة الحقيقية. والنية الطيبة عندها فضل كبير في نجاحهم وعلى مستويات مختلفة. للنية الصافية يا فاطمة طاقة مؤثرة في عالمنا الخاص ومحيطنا العام. لأنها المتجر معها في الأخير إلا الخير. فكن كما أنت بصفاء نيتك وطهارة قلبك، ورد بالك تتأثر بحاجات مش باهية، وحافظ على صفاء نيتك تنل وترتب لشخصك أجمل الأقدار. وتسخر لك أطيب الأحداث، وتزرع الورد في ثنيتك، وتصنع الأفراح في أيامك. قديش من أبواب كاسحة حلت بمفاتح النية الصافية. وكون متأكد اللي نيتك الباهية كنز لا يقدر بثمن. النية الصافية يا فاطمة لا تتباع ولا تتشرى، حقك من عند ربي، وما تنبع إلا من القلوب الطاهرة فقط. وفي النهاية نحب نقول أنه بخلاف اللي صفاء نيتك جلابة للخير، وانت زادة مأجور عليها ومثاب، وعلى قدر النوايا تكون العطايا. إذا خلي نيتك الصافية أساس أقوالك وأفعالك، وتو ربي يتولى أمرك ويرضيك. وتمسك بأصحاب النوايا الصافية لأنهم عملة نادرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا هما إلا فرجته يا رب. ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. آمين. ولا عدوا إلا أهلكته، ولا طاغية إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا أيدته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، وسألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته. وعلى كل ديما مازالت النية ومازال الخير في الدنيا يا فاطمة، ولو كان توفى النية يوفى الخير، وربي يهدينا ويهديكم لما فيه الخير، وديما نسبقوا الخير.
نلقاو الخير باذن الله. ربي يبارك فيك يا فاطمه. ان شاء الله باللطف عليك، وان شاء الله بموفور الله صحه. برشا تفاعلات نزال بلاد عيس وعادل القوسي تقول ان شاء الله نهاركم مزيان، وبرشا كلام اخر، سماح اليوسفي، تهامي، مريم بوقشه، وبرشا تفاعلات اخرى. الله يبارك لهم جميعا. شكرا لكم لانه نحاول نهديكم حاجات من القلب، وانما الاعمال دائما كما تقول سعد القلسي بالنيات. شكرا ليك شيخ فايز تمر. هذا النغم اللي طلبته منا نهدي لك انت ولكل الناس. ممكن نغم عنده برشا ما تعديش عبر موجاتنا. الفنان أحمد عيسى يغني على يا سلام على الناس اللي تحب الناس. نسمعوه بعد موجز 6:30 نعود من جديد.